هسه عندي صبح اكو وحدة جايدة تحكي هواية علي، اني ما ذاكرة اسمها. هي فنانة كويتية. ما راح اقول لك بس شغلة واحدة، القضاء بيناتنا. القضاء اني ما ذاكرة اسمك. اوكي وردة، فلذلك اني حتجه للمحامي باكر. اوكي لان اليوم عندنا عطلة وخلص. هذا تحديد انه اني بدقيقة اوصل لك، واني كيت واني كيت واني كيت وخلص. القضاء يفصل بيناتنا، انتهى. اني ما ذاكرة اسمك ولا جايبة اي حرف من اسمك، لذلك القضاء عادل. والقضاء اكيد يعني راح يكون بيناتنا. وانا اعرف شنو القضاء الكويتي. القضاء الكويتي ما بي بس غرامة، بي سجن وغرامة، لأن ذكرتي اسمي وأني ما ذاكرة اسمك. فهمتي؟ فكل شي بوقته حلو. ثانيا الشعب العراقي، هاي شغلة أتمنى السيد العبادي أنه يرجع لها، لأن هاي صارت إهانة لكل العراقيين. وأعتقد أكو يعني لو أكو زلم بالكويت كان ما دورتي زلم عراقيين، مع احترامي الشعب الكويت الشديد. أوكي. ما يحتاج أرد على وحدة بحالة نفسية إنه ما لقيت أحد، ويعني أنقار عليك. صدقيني أنقار عليك، لأنه ياهو اللي جا نصب عليك وأخذ فلوسك وطلع. كلهم عراقيين. يا ريت لو فد يوم تزوجتي كويتي شو بس عراقيين، يعني نشوف سنابك بس عراقيين. انتي بيك انفصام بالشخصية، يوم تحبين الفنانين، يوم تكرهين العراقيين، يوم تحبيهم. بس حبيبتي الينكر اصلا نغل، انتي لا تنسين امك عراقية، يعني هذا الكلام كله على امك. فاتمنى تعالجين نفسك. شوفي اني اكيد ارد على كحاب، بس ما ارد على وحده مثلك عاديه يعني هي تصرف على العالم. اني ارد لا، العالم يصرفون علي. فانتي مو فد يعني فد شي كبير حتى ارد عليك. قحبه تصرف على الولد. عجوز شمطاء بعمر بيبيتي، فما راح ارد عليك. يعني ارتقي من الرد، ارتقي من الرد على وحدة ملاقية واحد يفوقها وممحونة وغيرانة. يعني انتي شو تريدي؟ مثلا متابعين يتابعوك عادي، يعني يتابعوك حتى يشوفون خيستك مو اكثر ولا اقل. خلي عمي يتابعوها، تابعوها ليطق لها عرج لتموت. بس ما راح ارد على وحدة تنكر اصلها، لان ينكر اصلنا غلط. هذا مثل معروف. بس اريد اقول لك فد كلمة، يعني انت عرفتي الاعلاميين كلهم بالكرة الارضية والناس كلها جاوبتي علي ليش هيك مضغوطة مني؟ يا قحبة يا ام كسين، واحد اعور واحد زين، شوف شلون برود درد عليك. مو مثلش متعصبة وكاتلة نفسي ودا اسوي شغلات ودا اكذب على الناس والى اخره. تعرفين ليش؟ لان تدورين طشة، ولو تموتين ما اذكر اسمك، ولو تموتين ما اتعصب. تدرين شنو؟ والله شربي نسكافيه وجيبي سكينة وقصي ايدك وانتحري، لان انتي عجوز شمطاء. يعني اللي بعمرك ما يتزوجوهن، اللي بعمرك يقطون معنى قطة باللغة العراقية. اترجم لك يعني ياخذون فلوسهم ويتفلون عليهن. هاي انتي اوكي. ودا ثانيا حبيبتي، ولا استوي قاعدة من النوم اني وأتصبح عليك، بس عادي يعني عادي. اكو ناس تتصبح على ورد وناس تتصبح على خرق. انتي مو زوجتي خمسة وكلهم عراقيين، واخر واحد هم عراقي. هاي من الظاهر، من الباطن شقد، يعني هاي من الحلال، من الحرام شقد. حبيبتي شوفي اخطائك وبعدين تعالي للناس قول لهم عندكم اخطاء. شوفي نفسك انتي شو مسويه بنفسك، وش حتى بالكويت قاموا ما يحترموك. ادزلك فيديو انتي وسكرانه بيه ولو هذا عليه
جنب الكويت يعني انتي وسكرانهم تتطاطحين. ترى خلي ببالك يعني من ذاك اليوم لليوم يراقبوا لي حركاتك تصرفاتك يدزون، بس صدقيني امانه امانه الله شاهد ما اريد اذيش لان ادري بيك مريضه نفسيا، فاقول خطيه استغطيش لوجه الله، زين لوجه الله. انتي الممثله حبيبتي ما اريد اذكر اسمك، هقولش بس كلمه واحده، ما حد يعرف القحبه غير القحبه. ما شفتي انت شلون رديتي علي؟ لان احنا كحاب اثنين. عمي اني قحبة اعترف، اعترفي قولي اني قحبة عادي، اني قحبة. شلون يعني؟ مو غريبة عليك حبيبتي، مو غريبة. لا تعصبي نفسك. يروح يطقلك عرق. يلا دبوسك باش تريدين، لان اني ياش نفس الصنف، اني قحبة وانتي قحبة، اوكي؟ واذا تجين بلا بلا ما تجي الكلام الزايد الى اخره. فوقفتي الناس كلها ودا تردين علي، يعني اكيد هذا فخر زين الي. وصلت للفنانات الكويتيات يردن علي، لا ايش قد انتو مجتمع فيطي. ثانيا حبيبتي خل اقول السالفه، اني مشهوره بالنيج حلو، فعيب فنانه محترمه يعني لو فنانة محترمة ترد علي، بس انتي يعني عادي مثلي حالي حالك، شغلتي شغلتك فتردين علي عادي، يعني استثنيتي الكرة الأرضية. بس والله هذا إنجاز، لا عاد قد أني ضاغطتك. عرفتي الإعلاميين والممثلين والدنيا كلها العرب والعراقيين اللي غطوا عليك، جيتي رديتي علي، ايش قد ضاغطتك وش قد غيرانة حرة 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 على قولتهم. طبعا أكيد مع احترامي للفنانين الكويتيين أوكي، لأن عندي هواية أصدقاء فنانين كويتيين ومطربين، أكيد هاي المريضة نفسيا ما تمثل أي شخص كويتي، تمثل نفسها، وإن شاء الله القضاء بيناتنا أنا مالي دخل. وما أريد أذكر اسمها لأنه أريد أقول لك شغلة، أني مهما راح تحجين حظ الباردة، لأن أدري بأنك مقهورة، مقهورين مقهورين على قولة الملكة أحلام، مقهورين. فنانة معروفة محسوبة على الكويت. المهم درت أقول شغلة، درت أروح أسبح، لأنه أنا متعودة من أصحى من النوم أطب أسبح، ومن أرد أنام أسبح، مو كل 5 أيام أسبح. المهم شوفي حبيبتي وشوفوا حبايبي، هاي الإنسانة اللي بيها مرض نفسي لا تردون عليها ولبسوها وطوها بلوك اوكي، لان هي تريد ناس يردون عليها حتى تشتهر، لانه شهرتها راحت. فانتوا ليش تحترمون عفوا هيجي ناس لبسوهم بالقندر، واني غلطانه اصلا رديت على هيك عثاله. والله ضحكتيني، استوي قاعده من النوم صدق ضحكتيني.